احمد. ايه يا حبيبتي؟ بص يا احمد، قبل اي كلام هقوله خد الخاتم ده. خاتم؟ هاخده ليه اصلا منك يعني؟ ليه بتقلعيه دلوقتي؟ بص بصراحه اصل انا سمعتك بتتكلم في التليفون وعارفه ان الدنيا مزنقه معاك، واحنا في اخر 10 ايام في رمضان، فانا قلت ازق الدنيا معاك عادي يعني. عشان كده كنت جايب اخوك دلوقتي يقعد يتكلم معاكي وسمعتكوا على فكره، بس كان ممكن تيجي تتكلمي معايا وتشوفي ان انا ممكن اقدر احل الموضوع ده ولا لا. من امتى وانا خليتك محتاجه حاجه؟ بص ما تزعلش مني يا احمد، بس انا كده كده انت عارف ان انا ليا ورث عندهم، فانا حاولت كده عشان عارفه انك مزنوق، بس ما لقيتش حل غير ان انا اديك الخاتم. طب بص يا ستي، انا كده كده مش عايز منك الخاتم ده، تمام؟ فانا هعرف اظبط كل حاجه والدنيا هتبقى زي الفل، وما تقلقيش انا كده كده ليا طريقتي وربنا بيرزقني، فما تخافيش من حاجه، انا كده كده معاكي اهو. برضو خليه معاك، انا كده كده عارفه ان الدنيا مزنقه معاك، وعارفه كمان ان اللي عندك هيزيد. ماشي يا حبيبي؟ ايه ده؟ الو. ايه يا احمد عامل ايه؟ ايه يا ريس، اخبارك؟ بقول انا كله تمام يا حبيبي والله. بقول لك ايه، انا جاي لك البيت حالا. طب في ايه بس؟ اول مره تجيلي كده بسرعه. في مفاجأة عايز اقول لك عليها بصراحة. بجد؟ اه والله بجد جاي لك حالا حالا. طيب ماشي، يلا مستنيك. سلام.